بالتسعينات ما نامت، بس كانت نايمة رجعت فاقت. بس السؤال الحقيقي، هل لبسنا نحن اليوم كان موجود أو بينلبس بأيام التسعينات؟ ولا بمجرد تقليد بمسحة عصرية؟ تابعوا الفيديو وخلونا نحكي سوا. بوقت كانت الموضة في تصنع بدون انترنت، ظهرت اطلالات ما زلنا بنرجع لها كل يوم، مثل الجينز العالي، الأحذية الضخمة، والجاكيتات الجلدية. بالمختصر اكيد عرفتوا شو فكرة هيدا الفيديو، انه نحن نقارن اطلالات جيل التسعينات او موضة التسعينات بموضتنا اليوم. اذا حبيتوا هيدي الفكرة حطوا لايك واشتركوا بالقناة. يلا خلينا نبلش. هلا عندي كذا اطلالة بدي اقيمهم، مش بس انا بدي اقيمهم، انتو كمان قيموا لي اياهم بالكومنت. اول اطلالة معي اياها انا شفتها، قلت هيدي اكيد ب 2025 متصوريتها. ليش؟ لإلكن اذا بتعرفوا الاولد مان ستايل رح تفهموا علي. هيدا الستايل هو اولد مان ستايل، الجينز العالي مع القشاط او البيلت، بتحط او بتلبس فوق منها كنزه بتكون شوي اوفر سايز. هيدا الستايل كتير معتمد بوقتنا هلا، وانا شخصيا كتير بحبه. هلا باجرة اوكي دارجين منهم حاليا بس بنقشات تانية. بالنسبة للشعر، الشعر مبين على نقشة التسعينات، وكمان إذا منلاحظ الكنزة نقشتها مبينة شوي قديم. بس بشكل عام الإطلالة دارجة حاليا أو رجعت درجة حاليا بعصرنا ومعتمدة. تقييمها بقيمها 8/10، انه مثل ما قلت لكم معتمده حاليا بعصرنا. ثاني اطلاله معي اياها، اذا بنلاحظ هيدي اللابسه كنزه حمراء وبنطلون اصفر. هيدي الاطلاله كمان بالاولد مان ستايل جدا معتمده بعصرنا حاليا، بس تعليقي على الالوان، يعني ما بنشوف كتير هيك الوان جريئه، الاحمر والاصفر بنلبسوا مع بعض، وكمان مش هيك ببين كتير كلاسي اللبس. بحس نحن هلا مش بحس نحن هلا بعصرنا هيدا اللوك معتمد بس بالوان تانية، بالوان مثل الاسود، الرمادي، الابيض. هيدي الالوان، البني حتى او البوردو، هيدي الالوان اللي كتير معتمده بالاولد مان ستايل. اما بالنسبه لهيدي البنت اللابسه كنزه زرقاء مع التنوره. هلا انا شخصيا هيدي نوع التنوره شو كان اسمها؟ نقشة التنورة هيدي مش كتير حلوة حتى كتور، يعني هيدا الستايل دغري رح يبين قديم لانه مش كتير معتمد هلا ولا من هيك اللبس الدارج. كمان هي غلطت، مش غلطت، يمكن هيك على وقتهم كاين دارج. اذا يعني هيدا الستايل بدها تعتمدوا ب 2025 لازم تكون متعبية بالكنزة، فبيعطي هيك منظر احلى للاطلالة. بالنسبة باجرة حاليا ما بعرف هيدا كعب، اذا كعب مش كتير دارج. اذا بتلاحظوا البلوري كتير عم يدرجوا هالفتره، ف اللي باجره يعني شوي معتمد حاليا، عم يعتمد ب 2025 بهيدي الموضه. بالنسبه للشعر لا، سمبل مهضوم، بس هيك تحس الشعر اللي فيه نفخه دغري بينتسب لموضه التسعينات، لانهم كتير كانوا يعتمدوا هيدا النوع من التسريحه. بشكل عام هيدي الاطلالة الثانية ما حبيتها ومش كتير معتمدة، بدها كتير تظبيطات لتصير معتمدة بعصرنا حاليا، بس بشكل عام مانا سيئة كتير. بقيمها هيدي يعني 3/10. بالنسبة اللي قلت لكم عنها اللي لبسيته الأحمر مع الأصفر، هلا الألوان هي الوحيدة اللي ما عجبتني، بس التنسيق جدا حلو جدا ممتاز، وبقيمه 7/10 بس لولا الألوان. بس نيجي لهيدي الإطلالة. هيدي الإطلالة خلينا نبلش بالقميص. القميص اللي لابسيته معتمد حاليا بعصرنا، بنشوف كتير، يعني انا شخصيا اذا شفت حدا لابس هيدا القميص ما بقول انه لا مبين قديم وبعصر التسعينات، لا، قميص حلو ومعتمد وبيلتبس بعصرنا حاليا، وخاصة اذا تنسق مع اكيد قطع مناسبة ومرتبة وحلوة. بالنسبة للجينز، الجينز هيدا كمان معتمد بس مش كتير حسيته رايح مع القميص الاسود. اذا بتلاحظوا هو مكعوف من تحت. هيدي على فكرة درجة يمكن ب 2016 ب 2017 16 كانت دارجة هيدا النوع من البناطيل، انه مش نوع من البناطيل، هيدي الكعفة، هيدي الحركة كانت دارجة كتير بالبناطيل، كنا نكعفي شوي للجينز. بس حاليا هيدي مش معتمدة بعصرنا او بسنة 2025. بالنسبة كمان لبس الجزدان اللي لونه شو بيقولوا له، خمري او بوردو، جزدان حلو
وهيدا النوع من الجزادين انا كتير بحبهم وكتير دارجين بعصرنا، اللي بيكونوا قصار وفوق الخصر. لا الجزدان كتير حلو عجبني. لبسي باجرة صندل. هلا الصندل بشوف منه بعصرنا موجود، بس انا شخصيا ما بحب الصندل اللي كتير كعبه عالي، بحب انه يكون شوي زحف، بيكون ارتب. بشكل عام الاطلالة معتمدة بعصرنا حاليا، كتير بنشوف اشخاص لابسين هيك، يعني هايدي كانت دارجة بالتسعينات ورجعت درجت بعصرنا، فاطلالة مانا سيئة وبقيمها 7/10 او 6/10، انه مش كتير حبيتها، حسيت بدها شوية تظبيطات، بس القطع معتمدين بعصرنا حاليا. هلا بنيجي لعند هيدي الاطلالة، يعني عن جد هيدي الاطلالة اول ما شفتها انا قلت واو، قطع سيمبل ومتناسقين ومعتمدين حتى بعصرنا. هيدا من الاولد مان ستايل. كمان الجينز بينلبس معتمد بعصرنا حاليا، يعني كتير بنشوف اشخاص بيلبسوه، حتى نحن بنلبس منه. البلت كتير انشهر حاليا او مشهور نحط للجينز بلت، بيعطي الاطلالة او بيعطي حركة حلوة للاطلالة. بالنسبة للكنز، الكنز سيمبل ما فيها حركة ومعتمدة، بحس هيدا النوع من الكنزات ما بيروح مضطب، انه سيمبل لون واحد ومعتمدة وحلوة ومرتبة كمان. الستايل بشكل عام حلو ومنسق ومرتب ومعتمد جدا بعصرنا، وبعطيه 9/10. هلا بنيجي لهيدا النوع من الاطلالة او هيدي الاطلالة. هيدي الاطلالة يعني مبينة قديمة. هلا ما حدا يجي يطلع لي بالكومنتس يقول لي مبلا هيدا الجينز موجود بعصرنا. هلا اوكي موجود بعصرنا، بس لما تلبسوه مع قشاط ومع قميص فوق وتكونوا متعبين بالقميص رح يبين بجيل التسعينات اكثر ما هو دارج. هلا بحس انه مش كتير بعده معتمد. بالنسبة للبنت اللي حدها، لأنه أوسع، البنطلون أوسع والقميص هيك معتمد أكتر من هيدا القميص اللي حده الأبيض، لأنه هيدا القميص اللي حده الأبيض حسيته أكتر رجالي، أما القميص اللي لونه أزرق معتمد أكتر بالأولد مان ستايل البناتي. الستايل حبيته، اللون الألوان كتير مندمجين مع بعض، بيلت كمان متناسق معهم. بالنسبة للأبيض بقيمها 3/10، أما بالنسبة للأزرق بقيمها 7/10. هلا بنيجي لعند هيدي الإطلالة. هلا هيدي الإطلالة كلام حقولها بغض النظر عن اللون أسود وأبيض الصورة، بس هي مبينة إطلالة قديمة أو من جيل التسعينات. ليه بحس هلا اوكي في اشخاص بيعتمدوا هيدا النوع من الاطلالات، بس تعليقي انه لو كانت التنورة اطول، مش انه تحت الركبه، لا تكون اطول، فبتكون معتمده اكثر بعصرنا حاليا. هيدا تعليقي عن الاطلاله. بالنسبه للكعب، الكعب كمان بطل دارج كتير، الكعب منه دارج اصلا. الترويس اللي قدام للكعب دارجه، بس انه يكون كله مسكر هيدا مش دارج، انه يكون مروش بس مش كله لازق بالكعب. طاقية اللي لابسها البنت هيدي حسيتها شوي ما بعرف كعفيتها ولا هي ستايلها هيك، بس مش كتير بنشوفها بعصرنا حاليا. هلا في طواقي بس مش هيك، ولا مرة هيك شايفة مكعوفة وطالعة مثل الطربوش وهيك، بحس لا مش كتير معتمدة. بالنسبة للطاقية للبنت اللي حدا اللي لبسيتها هيدي معتمدة، هيدي حلوة ومرتبة ومعتمدة. اطلالة حلوة ومتناسقة، بس لو كانت السكيرت او التنورة اطول كانت اجت ارتب واجمل، بتكون متماشية مع عصرنا حاليا، وبعطيهم تقييم 4/10. هلا بنيجي لعند اخر اطلالة. اخر اطلالة بشكل عام قديم ومعجة وخبيصة، يعني كتير مخبصة بالقطع وبالالوان. الكنزة اللي لبسيتها او الملفح اللي لبسيته منه رايح مع نقشة السكيرت، حتى مع الالوان منها رايحة. هلا لابسة هي السكيرت، واذا بتلاحظوا تحتها في كنزة سوداء. هلا انها هي معتمدة هاي الكنزة سوداء مع السكيرت اوكي كانت مقبولة اكتر، بس انه حتى اللي باجرى البلوري احمر مثل الالوان الموجوده بالسكيرت اوكي كانت حلوه، وبلعنا شوي التنسيق. بالنسبه لنقشه التنوره انا مش كتير بحب هيدا النوع من النقشه، حسيتها هيك مثل حرام ومخيطتها وعملتها تنوره. قماشتها مش حلوه، قماشتها مبينه هيك مزغبره بتشوب. القماشه ما حبيتها. مثل ما قلت لكم زياده الطين بلي بانها لبست الملفح او هيدي الكنزه عاملينها مثل الملفح، والالوان كتير خبيصه كمان. هيدي الاطلاله الوحيده اللي بعطيها 1/10. وبس لهون بيكون خلص الفيديو، بتمنى تكونوا حبيتوه واستمتعتوا فيه، وما تنسوا تشاركوني ارائكم تحت بالكومنتس اذا انتم بتتفقوا معي بهيدا التقييم او لا، واذا ما بتتفقوا معي بالراي اكتبوا لي بالكومنتس شو الاشياء اللي بتعارضوني فيها. وبس هلا صار بدي ودعكم، والكم لحظه اشتركوا بالقناه وحطوا لايك، وهلا صار بدي ودعكم والكم باي.